السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. حل مشكلة تم تعليق الأرباح. زي ما انتم شايفين كده ظهرت لنا حاجة مجددا. طبعا هنا دخلنا على النجوم، هنا بيقول لك إيه؟ تقييد الأرباح أو الأرباح مقيدة، تحقيق الأرباح مقيدة زي ما انتم شايفين كده على النجوم. هنا بيقول لك سياسات المحتوى غير أصلي. هنا بيقول لك في الإعلانات المركبة على الريلز. طب الحل المشكلة دي إيه؟ ان انا طبعا بروح احذف المحتوى اللي هو غير اصلي دون، والفيديوهات اللي انا مشاركها مثلا على قناة يوتيوب دي طبعا بتقرا غير اصلية، فانت بتروح حذفها خالص او تعمل لها اضافة او ما فيهاش حذف تمام. بتبقى على اليوتيوب وعلى اللي بتعمل لها مشاركة دي بتعمل لها اضافة الى السلة وتتم حذفها بعد شهر بالظبط. تمام، دي النقطة الوحيدة الأولى تعملها. بعد كده طبعا لو دخلنا على ايه الريليز برضه نفس القصة، نفس المشكلة، خطأ في تقدير الأرباح. جاب لنا الأرباح اللي هي خطأ في عرض الأرباح، وربما يكون الأرباح والوثيقة المرخصة في ريليز، يعني شوية حاجات يعني جايب لك فيه أخطاء يعني. فالحل المشكلة ده أنا باخد صورة من الصورة زي كده. هو طبعا النجوم برضه باخد لها صورة بالشكل دون. بعد كده بروح خالص بخرج على المدير بقى اللي هو ايه، اللي هو ايه مجموعة ادوات. هنا بعد ما اخش على مجموعة الادوات بروح داخل على العوائد من هنا كده، اروح داخل على العوائد، بضغط على العوائد بالشكل دون. طبعا هنا بروح على المشكلة، تمام، بضغط على عرض التفاصيل هيجيب لي بالشكل ده. فراح انا مصور برضو اخدها شوت سكرين بالشكل دون، لان الحاجات دي كلها علقت طبعا برضو كده بالشكل دون. وبروح داخل على العلامة الكلمة الفوقانية دي الاكس دي، واضغط عليها. دي مساعدة دعم العوائد في فيسبوك بالشكل ده. بروح هنا نازل بقى المشكلة بتاعتي، ما المشكلة، ما المنتج الذي تواجه فيه المشكلة. تمام؟ هنا طبعا هيقول لك طبعا الإعلانات المضمونة في الدواء، ولا هي هادفة، ولا حمال، ولا النجوم، ولا ريليز. طبعا أنا هختار إيه؟ النجوم ريليز. هروح هنا قايل لك ايه، جايب لك بقى ايه اسم الشركة. ايه بقول لك اكتب الاسم الكامل كما هو مسجل لدى فيسبوك، وتكتب اسمك هنا. وبعد كده بتختار طبعا المشكلة في ايه، في الريلز ولا النجوم. طبعا انا عندي المشكلة في الريلز والنجوم، فبختار ريلز مؤقتا كده. طبعا هي فيها تحديد واحد، وبكتب الاسم بتاعي. وانا بقول لك كيف يمكن مساعدتنا مسؤول الدفع في حالة العوائد اللي بيتم استلامها. طبعا بحدد عليها برضو هي بالشكل دون، وبكتب اسمي هنا كما هو مكتوب على الفيس بالظبط. بكتب الاسم بالكامل زي ما قلنا كما هو مسجل على فيسبوك، وبعلم طبعا على الريليز او اللي كانت المشكلة في النجوم، بعلم على الاعلانات المضمونة في الريليز. وبنزل تحت في اختيارات تانية، هنا بضغط على بدء استخدام التسجيل والأهلية وغير ذلك.
هنا طبعا بيقول لك عنوان الصفحة. هتروح على الفيس تجيب عنوان الصفحة، وهنا بتضيف بقى الصور اللي انت مصورها وتكتب السبب هنا، وخلاص كده اتحلت المشكلة ان شاء الله. وبكتب الاسم زي ما قلنا زي ما مكتوب على الفيس، وهنا بختار طبعا السبب، اعلانات في ريلز او النجوم، السبب اللي عندك يعني. وبعد كده طيب زي ما قلنا بكتب الاسم الكامل واختار السبب الاعلان في ريلز او النجوم، وبنزل تحت بضغط على اختار بدء الاستخدام تسجيل الأهلوية وغير ذلك، وبنزل تحت بضيف هنا عنوان الصفحة بتاعتي او عنوان الفيس بتاعي، بروح على الفيس واجيبه واروح لاصقه هنا، وهنا بختار صورة للسبب. من هنا كده بختار صورة، طبعا مصورهم، بختار انا المشكلة، صورة من المشكلة لدي، ورداس هنا كلمة ايه فتحة الشكل دون. اختار صورة تانية، وبروح رايح على اكتب السبب هنا، وبروح ضغط على كلمة ارسال، وخلاص كده هما بيبعتوا لك بقى وبتحل المشكلة. طبعا بيجيلك على طول رسالة على البريد بتاعك اللي انت ضايفه: دعم عمليات الدفع في فيسبوك لمنشئ المحتوى. طبعا انا بقول لك اكتب كلمة يرجو كتابة رد على هذا السطر. انا بقول لك تحت شوية بيقول لك ايه: هل استطعنا حل مشكلتك؟ تمام، بتدوس على نعم، او بتنزل طبعا بترد على الرسالة الاول من هنا. طيب احنا ما نرجع تاني نرد على الرسالة الاول وخلاص كده، وتم حل المشكلة ان شاء الله. ان شاء الله بدون ما تحير نفسك، ولازم تعمل الخطوة دي علشان تحل المشكلة ديت ان شاء الله. ما تنسوش طبعا لايك ودعمنا واشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.